هو طالع من مصانع معينه ومعمول له عمليه بستره اكتر، وطبعا متغلف في علبه زي دي. بس بقى ده بيكون لبن خام اللي انت مثلا تروح تشتريه من البقال ولا حاجه، ويا دوبك تغليه وتشربه على طول. الفكره بقى دلوقتي احنا هنعرف الفرق ما بين الاتنين دول النهارده، واني فعلا الاحسن ليك. لان طبعا في ناس معتقده ان اللبن الخام ده حتى لو انت غليته على درجه حراره معينه الميكروبات والبكتيريا اللي فيه ما بتروحش. وهل فعلا اللبن التاني اللي هو بيبقى في علب مثلا ده يعتبر احسن ليك واحسن فايده مثلا ليك ولا لا؟ ده اللي هنعرفه النهارده في الفيديو. يلا بينا. اللبن عامة بتاع البقرة ده بيعتبر سائل بيولوجي، وبيكون طبعا فيه فوائد وعناصر غذائية كتيرة جدا زي مثلا البروتين والدهون واللاكتوز والمعادن والفيتامينات. كل ده موجود في اللبن. وطبعا عشان اللبن ما يبص فهو بيتخزن في درجة حرارة من 0.0 4.4 كلفن ديجري، ده علشان تحافظ على اللبن من الميكروبات والبكتيريا اللي فيه. وعادة يعني بيتم تقييم اللبن ده بحيث ان هو مثلا طازج او لا بعدة عوامل زي مثلا اللي هي الحموضة مثلا